اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حفصه بنت ان شاء الله مش هعمل لكم افكار بس كتير في المطبخ. عندي هنا بصلايه وعندي قرن فلفل حامي ممكن يبقى بارد، وعندي ثوم مصري، وعندي طماطم، وطبعا حطيت معلقه زيت او اي ماده دهنيه وسخنت بقى الكلام القمر ده مع بعض، وعايزينه ياخد يدي كده مع بعض كده 3-4 دقايق. تمام. في نفس الوقت احنا هنسيبه كده زي ما تقولي كده ايه، يعني يتصلى سنة صغيرة. بس هحط في الحالة دي ربع كوباية من المية واغطي واسيب بقى الكلام ده كله ايه يتسبك سنة كده مع بعض. في نفس الوقت انا جايبة كوباية من البرغل هوريها لكم دلوقتي، سوري، كوباية من الفريك نقعاه من بالليل يا جماعة، كوباية واحدة نقعاه من بالليل. هنشوف هنعمل بيه وصفة حلوة قوي. صرت عندي ملح وفلفل اسود بهارات فراخ مش اكتر من كده، وادي كوباية الفريك اللي انا نقعاها زي ما قلت لكم. تفضلي تغسلي فيه وتنقيه لحد ما ايه يفشر كده معاكي ويبقى المية زي ما انت ما شايفة كده. اسيب بس الكلام القمر ده يتسبك وتعالوا نشوف على كده. سبتها كده دقيقتين زي ما قلت لكم. صفيت كوباية الفريك بتاعتنا. تعالوا بقى ننزل في الكلام القمر ده. مش عايزة اقولك هتاكلي طعم روعة. اللي هما محلات الكبدة بيستخدموها. انا كمان عاملة احمر كده هقلي كده شوية كبدة بالردة جنبه. وعايزة اقولك وصفة هايلة مبتاخدش وقت والدنيا تمام. شفتوني انا بحط مية عليه طبعا عشان ازود بس الايه المية بتاعته. تمام. هحط شوية مية كمان يغلي غلوة وهدي النار عليه ويعيش بقى مع نفسه في قلب الصوص القمر ده وبألف هنا وشفا. لو عندك بقى حتة كبدة مهرية من وانتي بتقلي يعني الكبدة، بصوا كل ده هيشرب. لو عندك بقى كبدة حتة كده صغيرة مع اتهرت معاكي حطيها في قلبيه بتدي طعم هايل. ودي بقى الفريك القمر بتاعنا، هو بيبقى صايص كده عشان ايه بيتغمس بقى زي ما قلت لكم كده بالعيش. تعالوا بقى نغرفه. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ ما شاء الله اللهم بارك. عملوا معايا حوالي 3 اطباق وفي طبق كمان اهو، يعني 4 حلوين قوي. ايه رايكم بقى في الكبده القمر دي؟ بجد اكله حلوه جدا. ممكن احمر معاها بطاطس، ممكن شويه مكرونه. عايزه اوريكم كده بقى ما شاء الله اللهم بارك يا رب. بصوا بصوا الكبده عامله ازاي، وبصوا الكفر متماسك ازاي. روعه يا جماعه روعه بجد، احلى من الشريحه من بره 100 مره. بنزل لكم فيديو بيها بس انا عشان ايه قلت ما اطولش عليكم الفيديو. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ فكره هتسهل عليكي كتير. وتعالوا نشوف الفكره الجايه عامله ايه. تاني فكرة معايا بقى، تعالوا نعمل الدقة القمر. ما استغناش عنها البطاطس محمرة، طبيخ، بصوا قرنبيط، كل حاجة. عندي معلقة كبيرة من الكمون، تمام، طحناه في البيت. وهاخد معلقة كبيرة من الشطة الحمراء بتاعتنا وكيس ملح. وادي عندي برطمان فاضي وبس كده. تعالوا نفضي الملح بتاعنا. فضيت الملح والبرطمان نضيف طبعا زي الفل. وهبدأ بقى دلوقتي احط معلقة، بصوا معلقة اكل كبيرة كده من الشطة، بس حسب وشك بقى. مش عايزه اقولك الخلطه دي جباره قد ايه، ما تستغنيش عنها في مطبخك. وهبدا بقى دلوقتي احط معلقه كبيره من الكمون زي ما قلت لكم. انا بجيبه مثلا بجيب ب5 جنيه ب10 جنيه وبطحنه في البيت. بص خدت معلقه كبيره، ودايما ببقي شويه كده لو احتاجتهم مثلا في اي تتبيلات في اي حركات، فاهميني؟ يعني دايما خلي برضو في شويه ايه في الطبق بس كده. وهبدا بقى جيته بقى كويس وكده يبقى جاهز معايا. بصي ما تستغنيش عنه ابدا في مطبخك. اهو حبيت برضه اوريه لكم من قريب. ده البطاطس المحمره وانت بتطبخي. مش عايزه اقول لك بصي روعه روعه ما شاء الله. الكميه حلوه. ده كده يعني انا بستخدمه ايدي ورجلي في المطبخ. تمام. بحطه على كل حاجه، قرنبيط، بطاطس محمره، كبده، بصي اي حاجه اي حاجه. تمام. شوربه بيفرق معايا. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الخطوه الجايه ايه. تالت فكرة معايا الاستفند طبعا من عايزة اقولك الفواكه الرخيصة جدا دلوقتي. يعني نقول المعقولة، بلاش نقول رخيصة عشان مبقاش في حاجة رخيصة. فتعالوا دلوقتي بقى هنقشره وناكل اللي جواه وناخد القشر بقى. تعالوا نشوف هنستفاد بيه في ايه. ادي الاستفند بتاعنا قشرناه وخدنا القشر وغسلناه كويس جدا. وده اللفت القمر اللي كنا عاملينه من غير بنجر ولا اي حاجه. وهتبداي تحطي كده في الميه. عايزه اقولك بيطلع احلى مخلل ممكن تدوقيه. مخلل مخلل، جربي بس كده وهتدعيلي. ممكن كمان تحطيه في المش، لو عندك مش بيبقى طعمه خطير. نزليه بس كده في المخلل
بصوا معاه بيبقى طعمه جديان، تحفة 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 بجد. جربي بس ايه طريقة الورق قشر السفنة دي مع المخلل بتاعك، ويبقى طعمه تحفة وبألف هنا وشفا. اتمنى ان انتوا تلاقوه. ولو وصفة واحدة عجبتك في الفيديو، ولو عجبك الفيديو متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناة زي بس فوت، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.